السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حكاية جديدة وقصة جديدة. قبل ما نبداو الفيديو صلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ونروحوا للحكاية تاع اليوم. حكاية اليوم تقول: أنا فتيحة ويعيطوا لي فتحية، من ولاية من ولايات الجزائرية. ما يهمش منين نكون، المهم والفايدة والعبرة من حكايتي نبداها لكم من نهار اللي كنت عايشة في دار بويا. كنت عايشة في دار فيها أب مزير بزاف، يعني في العقلية وصعيب بزاف، مع الشيرات ومع الشاشرة. كنت غير أنا وأختي، زوج شيرات وزوجة كورة. خاوتي الشاشرة ما قراوش، وصلوا في المتوسط، والأب تاعي حاوزهم، قالهم لازم تروحوا تشوفوا كيفاش تدخلوا خبزتكم، كيفاش يعني تدوروا زربوطكم، روحوا شوفوا حياتكم. خويا الكبير قاجة، والزواج جاته سهلة، وكيلقى خويا الكبير يعني مليح ماديا، قال أنا تاني ندير كيما هو، تاني راح كاجا. احنا البنات كنا نقرأ عادي، أنا كنت نقرأ عادي. في يوم من الأيام صار لي حادث. هذاك الحادث خلى الأطباء كامل يقرروا باش يقطعوا لي كرعي ولا يبتروا لي حتى الرجل تاعي حتى للركبة. من تم بتروا لي الرجل تاعي والأب تاعي بالبسيف وبالمساعدة تاع الناس وكامل، باش داروا لي كما نقولوا كروسة. اداني واحد الشهر ولا شهرين وبدا يكره مني، داني نقرا، كنت نروح نقرا، كان يديني هو يديني بدا الكروسة، عيا وكره مني وقال لي لازم تحبسي، وانا عييت منك وكرهت منك. وبحكم البلاصة اللي نسكنوا فيها جاية ايزولي، ما يعني مستحيل ماما تروح تديني توصلني، ما يخليهاش اصلا في عقلية تاعه صعيب بزاف. قلت لكم صعيب مع الذكورة ومع البنات. المهم قال لي لازم تحبسي وصايي قعدي في الدار. حبسني، ومورها غير شويه تاني حبس اختي، يعني ماهوش سبب رئيسي باش نقولوا باللي هذا الحادث ولا العمليه اللي داروها لي على كرهي وقطعوها لي هي اللي خلاته يحبسني. يعني ما يبغيش المسؤوليه، ما يبغيش المصاريف، وما يبغي والو. وباش يكون في علمكم باللي با ما كاش عنده مدخول ثابت ولا نقولوا شهريه، كان عامل يومي. خوتي كرهوا الدار، ولاوش يجو، سي فغي كاع جاو كامل، الا جاو يجو على جال ما، ولا على جال من يجو ويمدوا لي شويه دراهم باش نعاون روحي نشري شخصني، على خاطر با ما موفر لي والو، ما يشري لي حتى حاجه. حتى ماما دير كلش، دايره كامل واجباتها معاه، بصح حقوقها ما كاش عندها حقوق كامل. هو يشري غير المصروف تاع الدار وماشي كامل، غير حاجه وزوج، مكملين هذاك الشهر بالسيف. كي يدخل الدار ما يجمعناش، ما يهدرش معانا، ما يناقشناش، وكون يسيب خالاتي ما يجوش عندنا. انا كبرت وكرهت هذيك الحياة، وكرهت مليت من هذيك الحياة. كنت نفرح غير من يجوا خالاتي عندنا، ولا من يجوا بنات خالاتي ونقصر معاهم ويضحكوا معايا. واحد المرة قلت لكم باللي جاوت خالاتي وجاو بنات خالاتي، وكان شفتهم هكا رافدين تليفون ويكونيكتو ولا يقولوا لي شوالا هذا الفيسبوك، وبداو يفهموا فيا. من بعد خويا من جا قلت له باللي بنات خالتي هاش عندهم تليفون، شري لي تليفون. شرى لي تليفون خويا، شرى لي الكبير كامل هو اللي شرى لي التليفون. كي شافه با عندي بردني هرابه وداه لي، وقال لي هذا التليفون غير نسايه. المهم كره لي حياتي وليت نحوس غير كيفاش نخرج من هذيك الدار. كبرت، لحقت 20 سنه، 21 سنه، 22 سنه، ولا خطاب طبطب علينا وقال يعني قصدني باش يديني. قطعت لياس كامل. من بعد عاودت هدرت مع خويا وقلت له باللي با ادالي تليفون، عاود شري لي واحد اخر، عاود شري لي واحد اخر. وبا كان يشوفني نجمع مع بنات خالاتي، ما كانش يهضر على خاطر صاي ادالي التليفون الاول. هو ما يهمه والو، يهمه تمد له دراهم، ولا عندك تيلي ولا حاجه ما خاصاته وكاينه عندك يديها لك، يكسبها قبلك ولا يديها لك. مين تكون هو عنده انتيا صاي نورما تكسبي هذيك الحاجه. المهم نهار من النهارات تعرفت على واحد الشخص كان معاق ويحوس على زوجة في الفيسبوك، وكان يقول باللي أنا معاق، وكان من نفس الولاية تاعي. كان يقول أنا معاق وعنده كما نقولوا رجل طويلة على رجل. شوفوا، من هذا المنبر نحن لا نشجع على العلاقات المحرمة، لكن الحكاية نحكيها لكم كما راهي، على خاطر الحكاية راه فيها عبرة للبنات للشيرات باش يدوا عبرة من حياة الناس.
المهم قلت لكم عنده رجل طويله على رجل كما نقولوا، كرعه اليمنى طويله على اليسار، كي يتمشى كما نقولوا يعرج. وحكى لي باللي مي كان صغير كان عنده الماء في راسه، داروا له عمليه وقلعوا له داك الماء في راسه، وعاود رجع له داك الماء، مما ادى الى باش يديروا له عمليه، واضطروا يديروا له عمليه باش يديروا له تيو من راسه حاشاكم حتى لتحت باش هذاك الماء يخرج. المهم هذاك تيو ما يبانش غير تحت الجلد. المهم يتعد معاق هو خليقه. وانا قلت لكم غير اكسيدون اللي خلاتني نبتر رجليا. قلت لكم تعرفت عليه وبديت نتعرف عليه، عرفت بلي يسكن في الدوار، عندهم الغنم، وعنده خوته مقاجين، وعنده خوته قاعدين في الدار متزوجين، عنده خواتاته امه وابوه وتاكلين عليه كما نقولوا في الصرحه، عندهم الغنم وهو يسرح. قال لي بلي بنتي لي انسانه تاع الدار، باغي نتزوج بك، انتي تستر عليا وانا نستر عليك. انا كنت نقول له غير لا، غير مازال. وخوتي بحكم مكاجين وكان عندهم الدراهم متزوجوا، ما داروا لوطو ما داروا والو، دراهمهم كانوا غير داسينهم. انا خممت وقلت لخوتي باش يتفارضوا ويديروا لي رجل اصطناعيه. بعد مده داروا لي رجل اصطناعيه، ركبتها عادي، وليت نتمشى عليها ماشي طبيعيه 100% في المشيه تاعي، بصح عاونتني بزاف، وليت هكا نتكل على روحي، نتحرك نمشي بها. سي فغي نتمشى ثقيله، بصح الحمد لله عاونتني بزاف. قلت هذا امل بالك يولجوا الخطابه، على خاطر الاب تاعي ولا يعايرني كي نروح يقول لي معمري الماء ولا جيبي لي الحاجه الفلانيه. كنت نتركز قبل، كنت نتركز بهذاك المطرقوقع، كان يعايرني يقول لي معوقه شكون يجي يريحني منك. المهم كان داير لي ضغط نفسي بزاف. المهم ركبت هذيك الرجل الاصطناعيه، ونقول بالك راني نبان عاديه، بالك كاين خطاب يقصدني راني نبان انسانه واقفه عادي، على خاطر كنت تاكله بزاف على هذيك الكروسه. والو واحد ما جاش، هذاك الضغط النفسي زاد. الاب ديما يعاير. قلت لكم باللي حياه لا تطاق. عييت ورجعت لهذاك الشخص وقلت له باللي راني موافقه على العرض اللي مديته لي من قبل، عرض الزواج، بصح على الاقل لازم تخدم. قال لي نورمال، المنحه تاعك تاع المعوقين مع المنحه تاعي، ندوها المنحه تاعك مع المنحه تاعي ونعيشوا بها. والدار مازال ما مدتليش الدولة دار ولا سكنة، راني دافع الدوسي تاع السوسيال، بصح كي نتزوجوا نعقدوا راح يمدونا السكنة ونروحوا نسكنوا فيها ونعيشوا عند والديا بلا ما. قلت له كل خدمه، قال لي الخدمه راني نسرح بالغنم، لاهي بشغل الدار. وانا من الهضره تاعه فهمت باللي تاكلين عليه غير في حاقرينه كيما نقولوا، من مريض حاقرينه بالعين، عاطي له غير الخدمه تاع الكرفي، غير يسرح، غير ما عنده حتى فايده في هذيك الخدمه. يستفادوا كامل من خدمته وما عنده هو حتى فايده، غير يطيح في صحته باطل، ما غير هو المريض فيهم. المهم تفاهمنا باللي راح يزير روحه ولا لقى خدمه خلاف يبدلها، يعني خدمه واحده اخرى تبان له يبيع فيه كاش حانوت ولا يبيع فيه كاش حاجه يروح لها. يعني كي يبان له خيطه تاع خدمه يخلي لهم هذاك الغنم. قال لي راني موافق ورانا متفاهمين. تفاهمنا، جاب امه خطب وتزوجنا ورحت عنده لداره. التم كانوا الناس يجوا عندهم الضياف، راكم عارفين العقليه تاع الدوار، عندهم الضياف يوميا، الجوارين يدخلوا على بعضهم يوميا، تلقاهم دائما كيما هاك. خاصه كي عجوزتي كانت تدلك يجوا عندها نساء بزاف، كانت دائما تقول لهم هذيك انتي المريضه، سميتني كنتي المريضه. وكانوا عندي زوج حمتي يعني خاوت راجلي مقاجين ومشي متزوجين، وكانوا كاينين زوج تاني معايا في الدار مع نساهم نخدموا كامل في الكوزينه مع بعض مع العجوزه، ورجالهم خدامين بصح ما يصرفوش، يخدموا ويدسوا دراهمهم وقاعدين مع الجماعه. مين نقول لهم باللي علاش ما يصرفوش علاش ما يلاخروش، راجل يقول لي ما تدخليش روحك وما تهضريش، حتى انا ما رانيش نحط. قلت له بالله بصح نتوما ما راكمش كيف هما راهم يخدموا وانت ما راكش خدام، وانت راك شد لهم الصرحه تاع الغنم تاع شيخي. يعني راجلي تنجم تقول راه خدام عند شيخي لا صرف علينا، حنا رانا هو اصلا راه شاد له الغنم تاع شيخي، وشيخي كان عنده لو تراث تاع فرنسا. حتى شيخي ولا يشوف باللي راهم يفيسوا وراهم بالعاني ما يبغوش يصرفوا، ولا يهدر معاهم ويقول لهم باللي عاونوني في المصروف، اشروا معايا ديروا معايا. بصح هما كانوا دائما يحاسبوه ويقولوا له كيفاش احمد ما يصرفش وحنا نصرفوا، يا نصرفوا كامل يا ما نصرفوش كامل.
وهما أصلا كانوا بوليداتهم يعني بولادهم. ولات الحالة قاع ما تعجبش، غير محاسبة غير منا. المهم تاكلي لقمة كامل يشوفوا فيك، تاكلي حاجة يحاسبوك، يقيسوا لك الهضرة، ماغي كامل ما يصرفوش. المهم انا كي يجي العيد الصغير نبين روحي انه ندير الكاطو، على خاطر عجوزتي كانت تقول بلي هذيك انتي المعوقه، كنت مسميتني المعوقه. كنت ندير الكاطو غير الشباب، ندير الصوالح غير اللي يحمروا الوجه، نبكر بكري نهار العيد كانوا الجوارين ولا لا فاميلي يجوا عندها ينخلعوا يلقاو كناينها الاخرين كامل راقدين، وانا الكنه المعوقه اللي مسميتني معوقه يلقاوني واقفه في الكوزينه ومحمرت لها وجهها ودايره اللي عليا. وكما قلت لكم باللي كانت تدلك وكانوا يجوا عندها نساء. واحد المره نساء مرا من هذوك النساء اللي كانوا يجوا كانت تهضر وتقول باللي عندها ولدها كوميرسون كبير وفي واحد البلاصه وراه خاصه خدام وما لقاش كاع كيفاش يدير. انا بانت لي الفكره علاش ماشي احمد يروح يعاونه ويدير له شهريه. انا حسربيت لهم عادي، ومن بعد قلت لها باللي انا راجلي راه غير قاعد وصايع، علاش ما يدخلهاش. قالت لي قولي له وإلا راه قابل يتفاهم مع راجلي. عجوزتي حوزتني من الصاله قالت لي خرجي تشوف احمد راكي تشوفي فيه غير قاعد، هو اللي راه شاد الزوايل، هو اللي راه شاد الصرحه. التم عرفت باللي راهم غير مستغلينه وراهم حاقرينه بالعين ومستغلينه فوق اللازم. يعني يخدم باطل بصح باش يروح يجيب خبزته ولا يدبر على روحه مانعينه. رحت قلت له بلي هاشا كاين وهاشا كاين، هو عجبته الفكره باش يدخل يخدم. بصح كي حكمته امه وقالت له بلي ما كاش الخدمه وقعد قابل النعاج، ما كاش اللي غادي يشدهم منا ولا يقابلهم منا، والرزق يقابله غير ماليه. قلت له بلي هذا راه رزقك هو كامل، ماشي غير رزقك انت برك. وكون نجو نشوفوا للصح، انت كي تبيع النعاج في العيد الكبير ولا تبيعو ماشي انت اللي راك تخلص، ماشي انت اللي راك تشد الدراهم، مالين الرزق هما اللي راهم يشدوا الدراهم. التم بديت نكتشف الشخصية تاعه الحقيقية. عرفته باللي إنسان خواف وما يقدرش يجيب حقه، إنسان يخافوا يتحكموا فيه ومسيطرين على أفكاره. هو سيفغي في الأول عجبته الفكرة باش يروح يخدم، يولي عنده صالير، تولي عنده شهرية، يصرف على روحه، يشري كامل شي يبغي. بصح امه كي قالت له باللي قابل النعاج وقابل الصرحة ما قدرش يقولها لا وما نقابلهاش. التم انا تحطمت وما عرفش كيفاش ندير. نقعدوا غير كيما هاك، يقعدوا غير هما يصرفوا علينا، احنا ما نديروا والو، وهما باغيين كيما هاك على جال باش يقابل لهم رزقهم، باش رزقهم يقعد غير يكبر. بصح هو ما قعد عنده والو، ما قدر يدير حتى حاجه في حياته. تخيلوا يا عجبة، هو معاق وأنا معاقة، هو زاد معاق وأنا حادث هو اللي سبب لي هذه الإعاقة وسبب لي بطر الرجل، ولا يعايرني بالإعاقة تاعي وناسي روحه كي شغل يشوف روحه إنسان كامل مكمل. من هذاك الشخص اللي كان يقول باللي ما لقيتش المرأة اللي كانت اللي تكمل معايا حياتي، ولا شخص متفرعن، ولا هو ما عنده والو. والديه يصرفوا عليه، ساكن عند والديه، معاق. بدينا نتعايروا بالإعاقة تاعنا، ولقيت المستقبل تاعي راح في فراغ. دروك راني غير نخمم كيفاش ندير، نحبس حياتي هنا ولا نكمل في هذا الدل، ولا كيفاش ندير. حكايتي رسلتها لك باش تتقاسميها مع البنات باش يديروا ألف حساب لهذه الخطوة. هذا ماهوش زواج، هذا راه انتحار. حصلت حصلة كبيرة بزاف، ما عرفتش كيفاش ندير. قولوا لي كيفاش تشوفوا الحكايه تاع هاد المراه. حكايتها صعيبه بزاف. الان القرار ما قدرتش تتخذ اي قرار في حكايتها، ما عندهاش وين ترجع. الاب تاعها قاسي بزاف، الزوج تاعها متسلطين عليه، معاق ما يخدمش. حصلت روحها وما عرفتش كيفاش دير. نتوما عطوها اراء على الحكايه تاعها، خاصه اللي عندهم خبره، الناس اللي مثقفه عندها خبره. خلوا اراءكم، ممكن تستفاد من بعض الاراء، ومن الاحسن انها ما تتسرحش وكل شيء بالاستخاره. كانت هذه هي قصة اليوم. قولوا لي آراءكم في التعليقات، ما تنساوش بارطاجي وهذه الحكاية مع أحبابكم مع أصدقائكم، ونتلاقاو إن شاء الله في قصة وحكاية جديدة.